اهلا بيكم في خلاصة الكلام. النهاردة الموضوع الرائج على السوشيال ميديا كلها وهي سارة خليفة. الحقيقة يا جماعة الفترة اللي فاتت دي مش على قد سارة خليفة بس، ولكن في ناس كده هبطت علينا بالباراشوت وبقوا رجال اعمال ولا احنا عارفين هم جابوا الفلوس دي ازاي، ولا عملوا الملايين دي ازاي، ولا عملوا المليارات دي ازاي. يعني الفترة اللي فاتت دي بصراحة في حاجات كده غريبة بقت موجودة في مصر. ناس كده مرة واحدة طلعوا بقوا عندهم براندات، ويا ريتهم مكتفيين يعني بمكان واحد، ده بقى عندهم أكتر من 20 فرع. الحقيقة اليومين دول حاجة غريبة الشكل. المهم نرجع لموضوعنا وهو سارة خليفة. سارة خليفة المنتجة، سارة خليفة المذيعة، سارة خليفة سيدة الأعمال. الحقيقة برضو ما بقناش عارفين احنا بنصنف الناس ازاي اليومين دول. الناس بقت تصنيفها بقى حاجة غريبة الشكل. عشان ما نطولش على بعض، سارة خليفة من فترة تقريبا حوالي سنة كانت قبض عليها بخصوص المخدرات. طيب ايه القصة؟ اولها ايه واخرها ايه؟ القصة اولها القبض على سارة خليفة، وان هي كان عندها شقتين اتنين، واحدة في السلام وواحدة في مدينة نصر. الشقق ما كانتش سكنية، الشقق كانت لغرض تصنيع المواد المخدرة. وطبعا الشقتين الاتنين ما تعرفوش مع بعض، واحدة ورا واحدة. اتعرفت الاول بتاعت مدينة نصر وبعدها بتاعت دار السلام. ومع القبض عليها طبعا هي ما كانتش موجودة في الفترة اللي هي يعني ايه، كانوا خلاص تقريبا التحريات جاهزة ويا دوبك يتقبض عليها والكلام ده كله. فهم تنهم لحد ما هي كانت في باريس ونزلت. طول ما نزلت اتمسكت يعني في المكان اللي هي فيه. يعني طول ما نزلت يعني لما كانت خلاص يعني المفروض خلاص التحريات بتاعتهم خلصت وخلاص وهيقبضوا عليها، فطبعا ما رضوش ينزلوا حاجه عشان هي كانت بره. لو نزلوا مش هتيجي وهتنها بره. فلما نزلت اتقبض عليها. وطبعا لما دخلوا الشقق ما كانش المشكله بقى على قد المواد المخدره بس، ده لقوا فلوس قد ميزانيه دوله. يعني لكم ان تتخيلوا ان هم على ما سمعت لقوا مليار و400 مليون جنيه. انتوا متخيلين الرقم قد ايه؟ مليار و400 مليون جنيه. انا ما اعرفش يا جماعه الارقام دي بصراحه الناس دي بتجيبها ازاي، انا ما اعرفش. فلكم ان تتخيلوا ان واحده عندها فلوس زي دي. فكانت من ضمن الحاجات، انت جبت الفلوس دي يا ست الكل ازاي؟ فالحقيقه طبعا ما كانش عندها رد، ما اثبتتش هي جابت الفلوس دي ازاي. فطبعا كده هيتعمل لها قضيه غسيل اموال. ما فيش الا حاجه واحده بس ايه اللي ذكرتها، اللي هي ايه؟ ان هي بتعمل حفلات بره مصر وبتقبض من بره. فطبعا ديا اكيد مصدر برضه لدخول الفلوس اللي هي مش مظبطه. فطبعا دي الحاجه الوحيده اللي قدرت تقول عليها والكلام ده كله. وفي الاخر هي طبعا داخله بطريقه غير شرعيه. فطبعا اكيد الفلوس دي دلوقتي هتعمل لها قضيه برضه غسيل اموال. بس خلينا في موضوع تجاره المواد المخدره. الحقيقه ان هي بقالها فتره طويله تصنع في المواد المخدرة دي، بتجيب حاجات من بره وتعملها كده، وفي الاخر تبقى مواد مخدرة تنباع للناس والكلام ده كله. فالحقيقة الموضوع انا ما كنتش اعرف ان المواضيع دي فيها اعدام. انا كنت في دماغي ان الاعدام ده للناس اللي بتبقى قاتلة بس، ولكن انا فوجئت ان الاعدام دلوقتي بقى للناس اللي هي مش بتتاجر بقى، اللي هي الناس اللي بتصنع، بتجيب مواد وتصنع الحاجات دي الكلام ده كله. بالاضافه الى بقى كمان ان هو مع تفتيش الموبايلات بتاعتها لقوا فيديوهات لهتك عرض ناس. انا مش عارف ايه حكايه هتك العرض اللي بقت اليومين دول موجوده. يعني مش عارف ده يفتحوا تليفونه يلاقوا هتك، ده يفتحوا تليفونه يلاقوا كذا. فالحقيقه برضو كان من ضمن الحاجات السواق برضه مسحول ومضروب والكلام ده كله. ايه يا ستي مشكله السواق فتح الشقه وانا مش موجود. فتح الشقه وانت مش موجوده ازاي يا ست الكل؟ المهم ان الموضوع في الاول وفي الاخر ان هي و12 من اللي كانوا شغالين معاها حكم عليهم بنفس الحكم.
فضل 12 كمان او 13 منهم 2 هربانين ومفيش الا 12 كمان موجودين، تقريبا هيبقى حكمهم كمان 3 4 ايام. فالحقيقه واضح ان القضيه تقيله، واضح ان الموضوع كبير، واضح ان ايه، ان هي برضو لسه قدامها استئناف، والله اعلم اذا كان الاستئناف هيتقبل ولا مش هيتقبل. الحقيقه نخلص من الموضوع ده ونطلع من الموضوع ده. امشي عدل يحتار عدوك فيك، وان الحاجات دي كلها في الاول وفي الاخر مهما عليت هي في الاخر طالما مصدرها مش مظبوط انت هتتقفش لان انت في دولة قانون. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.